الكثير من الناس يعاني من ضيق الرزق ومن كثرة الهموم والمصائب، ولا يعرفون الحل والعلاج للفقر والهم والكرب. ولقد جئنا إليكم اليوم بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالج هذه الأمور، فإن الدعاء والذكر يرفع الله بهما البلاء ويوسع الرزق بهما. ولكنه يشترط عند الدعاء أو قول الذكر أن تكون النية خالصة لله تعالى، وأن يكون على يقين أن الله تعالى هو الرازق والمانع وليس أحدا غيره. ومن هذه الأدعية: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتقول وتردد: اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وتقول أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وتكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار من أهم أسباب زيادة الرزق وذهاب الهم والغم. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وأيضا من أهم أسباب سعة الرزق الصدقة ولو بنصف تمرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مالا من صدقة، فالصدقة تجلب الرزق وتكون سببا في الشفاء من الأمراض الخطيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فعلينا بالصدقة ولو بالقليل، فإن لها مفعولا كبيرا في سعة الرزق والشفاء. علينا بحمد الله تعالى على كل شيء، فحمد الله تعالى يزيد الخير والبركة والمال عند الإنسان. فقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.